السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم شبابنا عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده باذن الله تعالى ميعادنا مع الدرس الرابع ونهاية الباب الاول، وهو بيتكلم عن خواص فلز الحديد. وان شاء الله النهارده بداية المعادلات اللي انتوا بتترعبوا منها، ما تقلقوش منها خالص، ركز معايا وانت شغال معايا تعمل بوز للفيديو وتعمل ورايا المعادلات زي ما انا بعملها، هتحس الموضوع ماشي معاك 100 100. ويلا بينا نبدأ الدرس. الدرس هنا بيتكلم عن مين يا شباب؟ بيتكلم عن خواص الحديد. خواص الحديد اللي هو مين؟ اول لما اشوف خواص الحديد، حديد يعني مين؟ حديد يعني اف اي، يعني 6 وايه؟ يعني 26. يعني بالتالي لازم نعمل ايه انا وانت اول ما اديك 26 منطق لازم نوزع. يلا وزع الحديد 26. ارجون كام؟ ارجون 18. مين بعد الارجون؟ 4 اس 2. 3 دي كام؟ 3 دي 6. نوزع كده في الدي 1 2 3 4 5. نوزع 6. يلا 1 2 3 4 5 6. الا فوجئت كده ايه؟ في 4 الكترونات مفرده، يبقى يوجد 4 الكترونات مين؟ مفرده. الاربع الكترونات مفرده دول اتفقنا قبل كده في الدرس الثاني يخلوه ماده ايه؟ ايوه نركز كده مع بعض. الالكترونات المفرده دي تخليها ماده ايه؟ ماده بارا. يبقى علل الحديد ماده بارا مغناطيسيه. ليه؟ طب بس كده يعني هو الالكترونات المفرده تخلي الحديد ماده بارا مغناطيسيه بس؟ لا، امال هتخلي الحديد ايه؟ تخلي الحديد له نشاط حفزي. تمام؟ طب ليه؟ طب هو هيبقى له نشاط حفزي بس؟ لا، تخليه ان الحديد ملون. طب هتخليه ملون بس؟ لا، ليه؟ هتخلي ان الحديد كثافته عاليه كبيره. كام يعني؟ 7.87 جرام لكل سنتيمتر مكعب. ليه؟ هتخلي درجة انصهاره عالية. هتخلي الحديد درجة انصهاره مرتفعة. مرتفعة دي يعني 1538 درجة مئوية أو سيلزيوس. طب ليه؟ كل ده بسبب مين؟ وجود الإلكترونات المفردة. بس تعالى مع بعض كده نفسرها مع بعض تفسير اللي هو إيه؟ هنيجي على أول حاجة. أنت ليه حديد مادة بارا مغناطيسية؟ تفتكر معايا كده مادة البارا كنا بنديك 3 محاور، قلت لك أي شحنة متحركة يبقى لها مجال مين؟ لها مجال مغناطيسي، قربت لها مغناطيس من بره تنجذب بيه. تعالى هنا معايا. الحديد بره مغناطيسي ليه؟ هو مش فيه الكترونات منفرده؟ والالكترونات دي مشحونه بشحنه سالبه؟ ومتحركه؟ يبقى لها مجال مين؟ لها مجال مغناطيسي. فالمجال المغناطيسي ده لو قربت له مغناطيس من بره، لو قربت له مغناطيس من بره ينجذب. يبقى الحديد ماده بره مغناطيسيه ليه؟ يبقى ليه؟ لوجود 4 الكترونات مفرده في كل ذره اف اي. مالها؟ مشحونه. ومالها؟ ومتحركه. ومالها؟ فلها مجال مغناطيسي. ماله؟ ينجذب لمين؟ للمغناطيس الخارجي. حلو كده الكلام؟ حلو كده الكلام. طيب مادة لها نشاط حفزي ليه؟ لو تفتكر نشاط الحفزي يعني عامل حفاز. عامل حفاز يعني مين؟ الكترونات مفردة اللي كانت بتعمل ايه؟ كانت بتكسر روابط المتفاعلات ولا كانت بتضعف روابط المتفاعلات؟ كانت بتضعف روابط المتفاعلات. ولما كانت بتضعفها كانت بتعمل ايه؟ مخليه مثلا اللي محتاج يحصل عند 1000 درجه مئويه مش قادر يوفره، يحتاج يحصل عند كام؟ عند 500 وعند 200 وعند 300. يعني كانت بتقلل الطاقه اللازمه لبدء التفاعل، كانت بتقلل الطاقه اللازمه لحدوث التفاعل، اسمها طاقه ايه؟ طاقه التنشيط. يبقى ده كله بسبب برضه الالكترونات الايه؟ المفرده. يبقى له نشاط حفزي ليه؟ لوجود الالكترونات الايه؟ المفرده اللي هتعمل ايه؟ التي تضعف مين؟ روابط مين؟ المتفاعلات. بس لا، وتقلل من الطاقه اللازمه لبدء التفاعل وحدوث التفاعل، اسمها طاقه مين؟ اسمها طاقه التنشيط. تمام؟ تمام. الحديد ملون ليه؟
الحديد ملون ليه؟ احنا قلنا فكره الالوان ايه؟ اللون او الضوء بينزل على الماده اللي انا عايز اشوفها. تمام؟ يعني كام لون؟ يعني 7 الوان. طيب بعد كده اللي بيحصل له بيمتص الالوان دي، الالوان اللي نازله دي يعني 7 ترددات ب7 اطوال موجيه، يعني 7 طاقات. هل كل الطاقات دي كانت مناسبه؟ قلنا لا، بس فيهم لون واحد مناسب يمتصه، يحصل له اثاره، يطلع لمستوى طاقه اعلى وبعدين يرجع تاني للمستوى الاصلي، بيفقد نفس اللي خده من الطاقه، بيفقده في هيئه مين؟ في هيئه الوان. الكلام ده قلناه في الباب الثاني في الدرس الثاني. تمام. يبقى مين اللون؟ اللون ده اللي هو الطاقه المفقوده. طيب مين اللي بيفقد الطاقه دي؟ الالكترون بعد ما حصل له اثاره. يبقى من غير الالكترون مفيش حد هيحصل له اثاره، فبالتالي ما حدش هيفقد طاقه، فبالتالي مفيش لون. يبقى مين السبب في الكلام ده كله؟ هو وجود مين؟ الالكترونات. بس الالكترونات ايه؟ الكترونات مفرده. يبقى الحديد ماده ملونه ليه؟ بسبب ايه؟ لوجود الكترونات. الالكترونات دي مالها؟ مفرده. بس لا، ما احنا اتفقنا اللون يعني فقد في الطاقه، والطاقه عشان تتفقد لازم يكون اصلا حصل له اثاره. يبقى وجود الكترونات المفرده مالها؟ سهله الايه؟ الاثاره. سهله الاثاره بمين؟ بواسطه طاقه الضوء الايه؟ المرئي. ليه؟ ما هو حضرتك انا عشان خاطر الالكترون يحصل له اثاره انا مش هزغزغه عشان خاطر يحصل له اثاره، امال ايه؟ انا هديله طاقه عشان يحصل له ايه؟ اثاره. طب الالكترونات المفرده في الحديد مالها؟ الضوء ده طاقته كافيه ان هي تحصل لها اثاره. طيب ليه يا شباب الضوء ده كافي؟ ليه مش محتاج ان انا اسخنه عشان خاطر يتلون؟ على الرغم من ان الصوديوم فيه الكترون مفرد ومش ملون بالضوء المرئي. اشمعنى؟ حضرتك مش احنا قلنا فكره اللون فقد طاقه؟ هتقول لي اه. والطاقه عشان خاطر تتفقد لازم يحصل ايه الاول؟ لازم يحصل اثاره. اقول لك ايوه. والاثاره عشان تطلع اللي هو الالكترون يطلع من مستوى طاقته لمستوى طاقه اعلى. هقول لك اه. يبقى لازم الالكترون ده يكون مجذوب قوي ولا مجذوب بطاقه قليله؟ مجذوب بطاقه قليله، لان كل ما الالكترون يكون مجذوب بطاقه قليله كل ما كانت فرصته في الاثاره انه يطلع فرصته اعلى. تمام. نيجي على الحديد، ده عنصر انتقالي، ونيجي على الصوديوم، ده عنصر ممثل. العنصر الممثل حجمه الذري ماله؟ صغير مقارنه مع العنصر الانتقالي حجمه الذري كبير. تمام. طب واللي حجمه الذري كبير الالكترونات من مستوى الطاقه الاخير بعيد عن النواه، فبالتالي قوه الجذب بتاعتها قليله، فبالتالي سهله ان هي تصار. انما الصوديوم حجمه الذري قليل مقارنه بالانتقالي، فالالكترون الاخير قريب من النواه مقارنه بالانتقالي، فقوه جذبه قوه جذب النواه للالكترون الاخير ده قريبه او قويه مقارنه بالانتقالي. فبالتالي هل الضوء كافي ان هو يحصل له اثاره؟ لا، الطاقه بتاعت الضوء هياخدها بس مش كافيه ان هو تعمل اثاره، مجذوب قوي يا جماعه. علشان كده الصوديوم لما كنا بنعمل له عايزين يحصل له لون كنا بنسخنه في ثانيه ثانوي، كان بيطلع لك لون اصفر ذهبي. انما الحديد طاقه الضوء كافيه لان الالكترون اللي هيصاب بعيد عن النواه، فبالتالي قوه الجذب بتاعته قليله، فالطاقه دي كافيه ان هي تحصل له ايه؟ تحصل له اثاره. يبقى تكفي وجود الكترونات المفرده سهله الاثاره بواسطه طاقه الضوء الايه؟ طاقه الضوء المرئي. طيب كثافته عاليه ليه؟ ما احنا متفقين يا شباب كثافه يعني ايه؟ كثافه يعني كتله على حجم، والحديد كتلته كبيره وحجمه ثابت. الثبات النسبي. يبقى كثافته كبيره ليه؟ لكبر ايه؟ كتلته الذريه مع ثبوت مين يا شباب؟ حجمه. تمام كده؟ درجه انصهاره عاليه ليه؟ درجه الانصهار دي كانت خاصه بمين يا شباب؟ بقوه الرابطه الفلزيه. وقوه الرابطه الفلزيه كانت مين؟ ترتيب وتراص عالي. وترتيب وتراص عالي يعني ايه؟ استقرار عالي وتنافر قليل. يعني بسبب مين؟ بسبب الكترونات التكافؤ. بسبب الكترونات مين؟ التكافؤ. يبقى كل ما كانت الكترونات التكافؤ كتير كل ما كانت قوه التكاثف بين الكترونات التكافؤ والايونات الموجبه كانت كتير، كل ما كانت قوه الرابطه الفلزيه كانت كبيره. يبقى الالكترونات التكافؤ كتير، التجاذب ما بينها وبين الايونات الموجبه بتاعتها كتيره، فهتبعدها عن بعضها. تبعد مع بعضها، تبعد الايون الموجب عن الموجب. افتكر كده الرابطه الفلزيه في الدرس الثاني، ارجع لها هتفتكر معايا الشرح بتاعها. فكان يبعد الموجب عن الموجب فالتنافر يبقى ايه؟ التنافر هيقل والاستقرار يزيد والترتيب والتراص يزيد وقوه الرابطه الفلزيه تزيد. انا مش هقول الكلام ده كله عشان قلته مره، انا هكتب على طول لحد درجه الانصهار المتفق عليه لقوه مين؟ الرابطه الايه؟ الفلزيه. قوه الرابطه الفلزيه الناتجه عن ايه؟ ناتجه عن زياده الترتيب والتراص. الناتجه عن ايه؟ الناتجه عن نقص التنافر وزياده الاستقرار. الناتجه عن ايه؟ قوه التجاذب ما بين الالكترونات السطح اللي هي الكترونات التكافؤ والايونات الموجبه. الناتجه عن مين؟ عن زياده الالكترونات التكافؤ اصلا. والحديد فيه كام الكترون تكافؤ؟ فيه 8، 2 في الاس و6 في الدي. تمام كده يا شباب؟ تمام. هنيجي انا وانت على حاجه مهمه اللي هو ايه؟
هل الحديد ده مختلف عن العناصر الانتقاليه ولا مش مختلف؟ الحديد يختلف عن باقي العناصر الايه؟ الانتقاليه. ليه؟ وبيختلف ازاي؟ تعال افهمك بالراحه. هنيجي على السكندري. يا سكنديوم نعم. هل انت عندك يا سكنديوم حاله تاكسد بتقول ان الكترونات الفور اس 3 دي كلها خرجت؟ هتقول لي اه موجب 3. مش الموجب 3 في السكنديوم خرجت الفور اس 2 و 3 دي 1؟ يبقى اذا السكنديوم في حاله اكسد بتدل على خروج كل الكترونات الفور اس و 3 دي. تمام؟ تمام. هل التيتانيوم في عدد حاله تاكسد بتدل على خروج الكترونات الفور اس و 3 دي؟ طبعا اللي هي الموجب 4. خرج 2 من الاس و2 من الدي. طب هل الفاناديوم في حاله اكسد بتدل على خروج كل الكترونات الفور اس وال3 دي؟ اه موجب 5. هل الكروم في حاله اكسد بتدل على خروج الالكترونات كل الفور اس وال3 دي؟ طبعا موجب 6. هل المنجنيز في حاله اكسد بتدل على خروج الالكترونات كل الفور اس وال3 دي؟ موجب 7. هل الحديد في حاله اكسد بتدل على خروج كل الالكترونات الفور اس وال3 دي؟ طبعا لا. ليه؟ لان الحديد عدد اكسده كام؟ موجب 2 وموجب كام؟ 3. وفي موجب 6 النادر. حتى لو عمل موجب 6 لسه فاضل ايه؟ لسه فاضل الكترونات في ال 3 دي. فبالتالي الحديد مختلف ليه عن باقي العناصر ليه يا شباب؟ ليه؟ علشان خاطر ايه؟ لعدم وجود ايه؟ حاله تاكسد بتدل على ايه؟ تدل على خروج مين؟ كل الكترونات ال4 اس وال3 دي. مفيش موجب 8 طبعا في الحديد. لسه مفيش حتى وقتنا هذا موجب 8 للحديد. فبالتالي كل الالكترونات ال4 اس وال3 دي مش كلها هتخرج حتى لو عمل الموجب 6. لسه برضه فاضل الكترونات في مين؟ في ال3 دي. حلو كده الكلام؟ حلو كده الكلام. نخش بقى على مين؟ على الجزء المتعافي شويه اللي هو مين يا شباب؟ تفاعلات ايه؟ تفاعلات الحديد. تمام؟ تفاعلات الايه؟ الحديد. الحديد بيتفاعل مع مين؟ أول حاجة الحديد بيتفاعل فيها مع الهواء الجوي. تمام؟ الحاجة الثانية الحديد بيتفاعل مع بخار المية. الحاجة الثالثة الحديد بيتفاعل مع اللافلزات. والحاجة الرابعة مع مين؟ مع الأحماض. حلو؟ حلو. طيب هنيجي على الهواء الجوي. اول ما اقول لك الهواء الجوي يبقى ده كنايه عن مين؟ مين الشائع في الهواء؟ غاز الاكسجين. واول ما اشوف الاكسجين يبقى درجه الحراره كام؟ 500 درجه مئويه. تمام؟ تمام كده يا شباب؟ يبقى الحراره هتبقى كام؟ 500 درجه مئويه. طب بخار الميه اللي هو مين يا شباب؟ اللي هو H2O فيبور وليس H2O ليكويد. ودرجه الحراره برضه بتبقى كام؟ درجه الحراره 500. درجه الحراره تبقى كام؟ 500 درجه سلسيوس. مع اللفلزات. اللفلزات دي هنا اللي هي مين ومين؟ اللفلزات اللي هي الكلور والكبريت. طب والكلور ده موجود في مين؟ موجود في ال7A. والكبريت ده موجود فين؟ في ال6A. يبقى اللي هيتفاعل مع الكلور نفس اللي هيتفاعل مع البروم مع الفلور وهكذا. طيب الاحماض في منها مين؟ في منها دايل وفي منها كونك. دايل يعني مخفف، كونك يعني مركز. من الاحماض المخففه اول واحد اللي هو مين؟ HCl. ثاني واحد اللي هو مين؟ H2SO4. ثالث واحد اللي هو مين؟ HNO3. ومش جايب عنه حاجه خالص وخلي بالك مش ذاكرها نهائي. طب الكونك يعني مين؟ اول واحد كونك اللي هو HNO3 و H2SO4. عباره عن 9 معادلات يا شباب هنخلصهم النهارده باذن الله على خير وسهله جدا. طب انا المعادلات عندي يا مستر عامله لي ازمه. عامله لي ايه؟ ازمه. يا عم تعالى مع بعض ونشوف هتبقى ازمه ولا مش هتبقى ازمه. بس انا هديك دلوقتي سطر. السطر ده عباره عن 5 6 7 سم كده. فهمت السطر ده؟ شكرا. الدرس خلص. اللي هو ايه السطر؟ السطر بيقول لك ان الحديد له كام حاله تاكسد؟ له حاله تاكسد موجب 2 وله حاله تاكسد موجب 3. اقول لك جميل. طيب الحديد لما يجي عند موجب 2، موجب 2 يعني ايه؟ يعني ال 3 دي بكام؟ ال 3 دي ب 6. يعني مستقر ولا غير مستقر؟ غير مستقر. طيب والاف في موجب 3 يعني ايه؟ يعني ال 3 دي بكام؟ ب 5. يعني مستقر ولا غير مستقر؟ طبعا مستقر. حلو الكلام؟ حلو الكلام. فانا سؤال هوجهه لك، سؤال منطقي عادي يعني. هو الحديد بيحب نفسه مستقر ولا غير مستقر؟ هتقول لي بيحب نفسه مستقر.
طب بيحب نفس المستقر يعني يروح للموجب 3 ولا يقف عند موجب 2؟ يروح للموجب 3. اقول لك جميل. امتى اعرف بقى ان هو هيروح للموجب 3 وامتى اعرف ان هو هيقف عند موجب 2 ما يروحش للموجب 3؟ فالسؤال هنا اللي هو ايه؟ لو التفاعل وقف هنا، التفاعل لقيته وقف فين؟ هنا عند موجب كام؟ عند موجب 2. ده معناه ايه؟ معناه ايه؟ ان هو بيحب يقف عند موجب 2 غير مستقر، احنا متفقين ان الحديد بيحب يقف عند موجب 3 المستقر، يبقى اذا ايه؟ في حاجه وقفته لان هو عايز يوصل في طريقه، يبقى في حاجه مين؟ وقفته. من الحاجه دي يا شباب؟ عامل ايه؟ مختزل. يبقى على طول وانا بعمل المعدل لقيت الحديد بيتفاعل مع عامل مختزل، يبقى على طول هدينا مين في الناتج؟ حديد موجب كام؟ موجب 2. حلو الكلام؟ حلو الكلام. انما لو التفاعل وصل هنا، شفت انا هنا كتبت لك ايه؟ وصل. هنا كتبت لك ايه؟ وقف. التفاعل وصل هنا، يبقى اذا ايه؟ في حاجه ساعدته. طب مين اللي هيساعده؟ عامل مين؟ عامل مؤكسد. يبقى انت بس ما عليك تعرف هو اللي مع الحديد ده عامل مؤكسد ولا عامل مختزل. والله عرفنا ان هو عامل مختزل، يبقى هيوقفه عند موجب 2 مش هيوصله موجب 3. عرفنا ان هو عامل مؤكسد، هيوصله موجب 3 على طول. تمام؟ طب انا يا مستر هعرف ازاي ان هو عامل مؤكسد وعامل مختزل؟ تعالى معايا عشان نفهم مع بعض. طيب يبقى هنمسك اول معادله. اول معادله اللي هي مين يا شباب؟ اول معادله اللي هي حديد مع مين؟ مع الهواء. الهواء يعني مين؟ اكسجين. اكسجين عند درجه حراره كام؟ 500. حلو كده الكلام؟ حلو كده الكلام. يلا ايه اللي هيتم؟ حضرة سيادة معاليك انا قلت لك هي الفكره في الحديد ولا فكره في اللي بيتفاعل مع الحديد؟ الفكره في اللي بيتفاعل مع الحديد اللي هو مين؟ اللي هو الاكسجين. حدد لي يا باشا، اكسجين ده عامل مؤكسد ولا عامل مختزل؟ من اسمه يابا اكسجين، يبقى عامل ايه؟ عامل مؤكسد. حلو تمام. طب يا اكسجين يا اللي انت عامل مؤكسد، انت برضك عامل مؤكسد ليه؟ هو مش الاكسجين ده موجود في نهايه الدوره بتاعته؟ يعني فلز ولا لا فلز؟ يبقى لا فلز. يعني بيحب يكتسب ولا يحب يفقد؟ بيحب يكتسب. واحنا قلنا الاكتساب من شويه يعني ايه؟ يعني اختزال، واللي بيحصل له عمليه اختزال يبقى عامل مؤكسد. فالاكسجين عامل مؤكسد عشان كده، او بسهوله من اسمه عامل مؤكسد. طيب والعامل المؤكسد هيعمل ايه؟ قلت لك والله العامل المؤكسد هيروح لمين؟ هيروح يقف عند موجب كام؟ موجب 3. بس السؤال هو الحديد عشان يوصل من هنا ينطلق من النقطه دي يوصل للنقطه دي، يبقى لازم ايه؟ مش لازم هيعدي على الموجب 2 الاول؟ لازم هيعدي على الموجب 2 الاول. فبالتالي ايه اللي هيتم؟ يبقى عشان يوصل للموجب 3 لازم يديني موجب 2 الاول وبعد كده يروح للموجب كام؟ يروح للموجب 3. بالمنطق اهو انا ماشي. هل هتنقل لموجب 3 مره واحده ولا لازم اعدي على الموجب 2؟ لازم اعدي على محطه موجب 2 الاول. فهاخد محطه موجب 2 واتنقل بقى لمحطه موجب كام؟ موجب 3. تعال نطبق. فهنا الحديد مع الاكسجين هيديك مين؟ هيدينا الموجب 3 بس لازم يعدي على مين الاول؟ لازم يعدي على الموجب 2. ادي اف اي او ده موجب 2 واف اي 2 او 3 موجب كام كده؟ موجب 3. ممكن تجمعهم لي مع بعض؟ نجمعهم مع بعض. اف اي واف اي 2 اف اي 3 او واو 3 او 4. قال لا، يبقى الحديد لما بنفعله مع الاكسجين عند درجه حراره 500 بيدينا مين؟ اسمه ايه ده؟ اسمه اكسيد الحديد المختلط او اكسيد الحديد المغناطيسي. واوعى تقول مغناطيت، اوعى، لان المغناطيت عباره عن مين؟ اف اي 3 او 4 زائد شويه شوائب. حلو. انما هنا اف اي 3 او 4 بس ما فيهوش شوائب، اسمه اكسيد حديد مختلط او اكسيد حديد مين؟ مغناطيسي. احيانا بيقول لك ان التسخين هنا ماله؟ ان الحديد ده مسخن لدرجه الاحمرار. هي اول ما تسمع كلمه درجه الاحمرار يبقى هي 500. يبقى هيدينا موجب 3 بس لازم يعدي على الموجب مين؟ لازم يعدي على الموجب 2. في حاجه صعبه؟ تمام؟ على الخط نفهم على طول، تلاقي الدنيا ماشيه معاك في التمام. نخش على المعادله الثانيه. المعادله الثانيه بتتكلم عن مين؟ بتتكلم عن الحديد مع مين يا شباب لو تفتكر؟ يلا. الحديد مع مين؟ الحديد مع البخار اهو، مع البخار الميه، برضك عن درجه حراره كام؟ عن درجه حراره 500. يلا يا عم الحديد زائد H2O وH2 ايه؟ فيبور. درجه حراره كام؟ 500. جميل الكلام. استاذ نعم. الميه بتتبخر عند كام؟ عند 100. يعني تبدا عند الماء تتبخر صح؟ طب يا استاذ والله حط لنا 150. انما تحط له 500 ليه ده كله؟ اكيد في سبب، في مغزى. ايه الفكره؟ ما هي الماء بتتبخر عند 100. يا عم هنحط لك 150.
امال ال 350 باقيين دول هيعملوا ايه؟ اكيد هيكسروا الروابط اللي ما بين ال H2O. ال H2O دي اللي هي عباره عن مين؟ عباره عن OH ومين؟ وH. فلما يتبخر ال 500 دي محتاج منها 100 150 عشان خاطر تتبخر، ويفضل الروابط اللي جوه دي زي ما هي. انما لما احط لك 350 كمان زياده او 400 زياده، ده معناه ايه؟ ان الروابط دي اللي هيحصل لها هتتكسر، فيصبح الاكسجين موجود لوحده والهيدروجين موجود لوحده على هيئه ايه؟ على هيئه ذرات. والاكسجين لما يرجع لوحده ذره والهيدروجين لما يرجع لوحده ذره يبقى مستقر ولا غير مستقر؟ غير مستقر. ولما يكونوا غير مستقرين الاثنين عاوزين يوصلوا لحاله الاستقرار. حلو؟ حلو. الاثنين عايزين يوصلوا لحاله مين؟ لحاله الاستقرار. طيب فاذا الهيدروجين عايز يوصل لحاله الاستقرار محتاج الكترون يروح ياخده من مين؟ ياخده من الحديد. والاكسجين عايز يوصل للاستقرار هيروح ياخده من مين برضه؟ ياخده من الحديد. السؤال بقى هنا، الهيدروجين راح يتخانق مع الحديد عشان ياخد منه الكترونات، والاكسجين راح يتخانق مع الحديد عشان ياخد منه الالكترونات. مين فيهم المتعافي بالبلدي؟ الهيدروجين ولا الاكسجين؟ المتعافي فيهم مين؟ يعني انا رايح اخد وانت رايح تاخد، مين فينا هياخد؟ والله اللي هياخد فينا اللي متعود ان هو ياخد، متعافي عنده قدره على جذب الالكترونات، يعني عنده سالبيه كهربيه عاليه. ومين اللي عنده سالبيه كهربيه عاليه؟ الهيدروجين اللي في اول الدوره ولا الاكسجين اللي في نهايه الدوره؟ الاكسجين اللي في نهايه الدوره، عشان انا كل ما امشي لنهايه الدوره ايه اللي بيحصل؟ الحجم الذري بيقل فالسالبيه بتزيد. يعني هنا السالبيه الكهربائيه لمين اكبر؟ السالبيه الكهربائيه للاكسجين هي اللي كبيره، فبالتالي الاكسجين هو اللي هيروح ايه؟ يغلب، وهو اللي هيروح يتخانق مع مين؟ مع الحديد، واللي هيسيطر على التفاعل اللي هو مين؟ اللي هو الاكسجين مش الهيدروجين. والاكسجين ماده ايه؟ ماده مؤكسده، والماده المؤكسده هتديني مين؟ هتديني حديد ثلاثي، بس لازم تعدي على الحديد مين؟ على الحديد الثنائي. تمام؟ ومين يخرج زي ما دخل ال H2. حلو كده الكلام؟ حلو كده الكلام. تعالى يا باشا نجمع دول كده مع بعض. برضك مين ده يا شباب؟ اكسيد حديد مين؟ مختلط. وده غاز مين؟ الهيدروجين. في حاجه صعبه؟ طيب احنا متفقين قبل كده ان لازم اي معادله لازم تكون ايه؟ لازم تكون موزونه. تعالى نوزن مع بعض. الاف دخل بواحد خرج بكام؟ بثلاثه، يبقى لازم ندخل هنا كام؟ ثلاثه. الهيدروجين دخل باثنين خرج باثنين، جميل. الاو دخلت بواحد خرجت بكام؟ باربعه، يبقى لازم احط هنا كام؟ اربعه، واحط هنا كام؟ اربعه، ونرجع نوزن المعادله اللي فوق. الحديد دخل بواحد خرج بثلاثه، يبقى لازم يخش بثلاثه. الاكسجين دخل باثنين خرج باربعه، يبقى لازم احط هنا كام؟ اثنين. في حاجه صعبه لحد دلوقتي يا شباب؟ في حاجه صعبه؟ تمام. نخش على المعادله رقم كام؟ المعادله رقم 3. المعادله رقم 3 بتتكلم على مين؟ بتتكلم على الحديد مع مين يا شباب؟ الكلور. الحديد مع مين؟ الحديد مع مين؟ مع اللفل الذات. واول لفل مع اللفل الذات اللي هو مين؟ الCl2 الكلور. والكلور ده يا شباب موجود فين؟ موجود في ال7A. يا مستر الكلور عامل مؤكسد ولا عامل مختزل؟ علشان اعرف هو هيديني حديد موجب 2 ولا حديد موجب 3. هقول لك الكلور يا باشا عامل، استنتج انت بنفسك. الكلور موجود فين في الدوره؟ الكلور موجود في ال7A. ال7A في نهايه الدوره ولا في بدايه الدوره؟ ال7A في نهايه الدوره. واللي في نهايه الدوره سالبيته كهربيه عاليه، يعني جهده جهد اختزال، يعني بيحب يكتسب، يعني بيحب يحصل له عمليه اكتساب. وعمليه اكتساب يعني عمليه اختزال، يعني بيحب يحصل له عمليه اختزال. واللي بيحصل له عمليه اختزال يبقى عامل ايه؟ مؤكسد، بحكم ان انا قلت لك قبل كده ان العامل عكس العمليه. فهنا بيحب يحصل له عمليه اختزال يعني عامل ايه؟ عامل مؤكسد. فالكلور هنا عامل ايه؟ عامل مؤكسد. والعامل مؤكسد يكون لك حديد ايه؟ حديد موجب 3، بس لازم يعدي على الحديد موجب كام؟ حديد موجب 2 اهو. فالاول هيكون مين؟ حديد موجب كام؟ حديد موجب 2. جميل؟ جميل. طب يا حديد يا موجب 2 انت مستقر؟ قال لي انا لسه ما استقرتش، انا عاوز اوصل لحديد موجب كام؟ 3، يعني عاوز استقر. طب انا حديد موجب 2 عشان اوصل لحديد موجب 3 هفقد تاني ولا مش هفقد؟ طبعا ما هو موجب 2 عشان احول لموجب 3 فهفقد. يعني هيحصل لي عمليه اكسده ثانيه ولا مش هيحصل لي عمليه اكسده؟ هيحصل لي عمليه اكسده ثانيه. فاذا الاف اي Cl2 محتاج يحصل له عمليه اكسده ثانيه عشان يتحول لاف اي Cl3 موجب 3. طب هو مين اللي خلى الحديد هنا يتاكسد؟ مش الكلور؟ وبرده مين اللي هيخلي الحديد هنا موجب 2 يتاكسد؟ برده الكلور. يلا هيدينا مين؟ FeCl3. طيب حضرتك واخد بالك ايه من المعادله؟ لازم المعادلات تتوزن. Fe دخلت بواحد خرجت بواحد، الCl دخلت باربعه خرجت بكام؟ ب3. ينفع؟ ما ينفعش، لازم نزود هنا 2. كده الاف بقى بكام؟ بقى ب2 اهي.
سؤال، مش الاف سي ال 2 دي اللي جايه من فوق؟ اه، طب ازاي هنا تبقى باثنين وهنا تبقى بواحد؟ يبقى لازم دي كمان تبقى باثنين زيها، وهنا تبقى خارجه باثنين يبقى لازم تكون دخلت باثنين، وهنا السي ال 2 خرج باربعه يبقى لازم يكون دخل بكام؟ هو كمان دخل باثنين. تمام كده الكلام؟ تمام. اجمع بقى يا باشا المعادله النهائيه. يلا تعالى نجمع. يلا، مش ده في في المتفاعلات وده في النواتج شبه بعض؟ يتشال. في حاجه ثانيه شبه بعض في المتفاعلات والنواتج؟ مفيش. يبقى نجمع. هننزل مين؟ الاثنين اف اي زائد 2 سي ال 2 1 سي ال 2 3 سي ال 2 سهل حراره، يديك من هنا 2 اف اي سي ال 3 على طول. دي المعادله النهائيه. جت ازاي؟ جت بالميكانيكيه اللي انا شرحتها لحضرتك دي. جميل كده الكلام؟ فالحديد هنا كان كام؟ كان صفر. بقى كام؟ بقى موجب كام؟ 3. يبقى حصل عمليه اكسده، يبقى عامل مختزل. الكلور كان صفر، بقى خرج بكام؟ -1. يبقى حصل عمليه اختزال، يبقى هو العامل المؤكسد. في حاجه صعبه كده؟ تمام يا شباب؟ طب يا استاذ انا لو شلت الكلور حطيت البروم، نفس اللي حصل. نفس اللي حصل مع الكلور يحصل مع البروم، مع الكلور 7A والبروم 7A. في حاجه صعبه كده يا شباب؟ جميل. نخش على المعادله رقم كام؟ المعادله رقم 4 اللي هو مين؟ حديد مع كبريت. برضك المغزى عندي يا مستر في اللي بيتفاعل مع الحديد. يا كبريت، هو انت عامل مؤكسد ولا عامل مختزل؟ هو انت فين يا كبريت؟ قال انا في 6 اي. تعالى كده بالراحه. مش احنا خدنا المجموعه 7 اي؟ المجموعه 7 اي اللي كان فيها كلور؟ اه. والمجموعه 6 اي اللي قبلها مباشره اللي فيها مين؟ اللي فيها كبريت. تمام؟ تمام. انا كل ما امشي من الشمال لمين في الدوره، ايه اللي بيحصل؟ السالبيه ايه؟ بتزيد. يبقى تزداد السالبيه، يعني يزداد العامل المؤكسد. يزداد العامل ايه؟ العامل المؤكسد. طيب يبقى اذا السالبيه بتاعت الكلور موجوده؟ اه كبيره. والسالبيه بتاعت الكبريت موجوده؟ اه بس مش كبيره زي الكلور. ليه؟ لان الكبريت قبل الكلور، فالكبريت قبل الكلور يبقى سالبيته موجوده بس موجوده ايه؟ قليله. يعني ايه؟ انا كلور سالبيتي الكهربيه كبيره، يبقى لما اجي اكتسب واسحب، ما انا سالبيتي كبيره، يعني بحب اجذب جامد، يعني هخلي ايه؟ هخلي اللي بيفقد يفقد اكتر ما عنده عشان انا بشد كتير. طب انا كبريت سالبيتي قليله شويه، فهخلي اللي هيفقد يفقد اقل ما عنده. ليه؟ انا سالبيتي قليله. تمام؟ تمام. فالكلور لما اتوجد مع الحديد، الكلور سالبيته الكهربيه عاليه، خلى الحديد يفقد اكتر ما يستطيع اللي هو موجب 3. تمام؟ وصل لحد الاستقرار. طب الكبريت سالبيته الكهربيه قليله الى حد ما مقارنه بالكلور، فبالتالي هيخلي الحديد يفقد بس هيخلي الحديد يفقد اكتر ما عنده؟ لا، اقل ما عنده. والحديد اقل ما عنده موجب كام؟ 2. يبقى يدينا مين؟ اف اي اس. اسمه الاف اي اس ده؟ اسمه كبريتيد الحديد الثنائي. يبقى علل عند تفاعل الحديد مع الكلور، غاز الكلور، يتكون كلوريد الحديد الثلاثي وليس الثنائي. وعند تفاعل الكبريت مع الحديد يتكون كبريتيد الحديد الثنائي وليس الثلاثي. ليه؟ لان الكلور عامل مؤكسد والكبريت عامل مختزل. في اي حاجه صعبه كده يا شباب؟ او الكبريت عامل مؤكسد ضعيف، قدرته على الاكتساب اقل من الكلور. في حاجه صعبه كده؟ يبقى احنا كده خلصنا مين؟ الا فلزات. وكانت دي المعادله رقم كام؟ رقم 4. نخش على المعادله رقم كام؟ رقم 5 اللي هي بتنص على مين المعادله دي؟ مع الاحماض. اول حمض اللي هو مين يا شباب؟ الاحماض المخففه اللي هي مين؟ HCl ضايل. حلو الكلام؟ حلو الكلام. تعالى نعمل التجربه دي في المعمل. كنا بنجيب انبوبه الاختبار في المعمل وبنحط فيها مين؟ حته الايه؟ الحديد. ونحط معاها فين؟ نرميها في HCl. يبقى الحديده كنا بنرميها في مين يا شباب؟ بنرميها في HCl. ده مين؟ ده HCl. هرمي في مين؟ حته الحديده دي. تمام. ايه اللي هيتم يا شباب؟ اللي هيتم ان انا كنت بقرب عود ثقاب من هنا، كان بيشتعل بايه؟ بفرقعه. قال لا، وانا عندي معلومه قديمه بتقول مين الغاز اللي بيشتعل بفرقعه؟ غاز الهيدروجين. فبالتالي عرفت واستنتجت ان مين هنا طالع؟ غاز مين؟ غاز الهيدروجين. طب ازاي؟ تعالى نعملها بالمعادله. الحديد اكثر نشاط من الهيدروجين الحمض، فايه اللي هيحصل له؟ هيحل محل مين؟ هيدروجين الحمض. يعني ايه هيحل محل هيدروجين الحمض؟ يعني هيقعد مكان الاتش، يعني هيقعد جنب السي ال، يبقى اف اي سي ال. طب يا استاذنا، نعم نعم، هو اف اي سي ال 2 ولا سي ال 3؟ اقول لك انا مش عارف.
المهم مين اللي خرج؟ غاز مين؟ الهيدروجين. عرفت منين غاز الهيدروجين وهو خرج؟ بيقول لك هاي انا هيدروجين خرجت؟ لا، اشتغل بفرقعه حبيبي. يبقى طالما حصلت اشتعال بفرقعه يبقى ده مين؟ يبقى ده غاز الهيدروجين. حلو الكلام؟ حلو الكلام. السؤال بقى هنا، يا هيدروجين هو انت عامل مؤكسد ولا عامل مختزل؟ قال لي والله الاكسجين عامل مؤكسد، انا هيدروجين يبقى عامل ايه؟ عامل مختزل. مش كنا بنحط في فرن ميدريكس عامل مختزل؟ والعامل المختزل بيوقف الحديد عند موجب 2 ولا موجب 3؟ موجب 2. يبقى يتكون كلوريد الحديد الايه؟ الثنائي. حلو كده الكلام؟ يبقى علل عند تفاعل الحديد مع حمض الهيدروكلوريك المخفف يتكون كلوريد الحديد الثنائي وليس الثلاثي ليه؟ لتصاعد غاز الهيدروجين العامل المختزل. نوزن المعادله، اف دخل بواحد خرج بواحد، اتش دخل بواحد خرج باثنين، يبقى هنا كده كام؟ 2. والسي اللي دخل باثنين خرج باثنين. وكده المعادله رقم 5 خلصت. نخش على المعادله رقم 6. المعادله رقم 6 اللي هي مين؟ اللي هو الحديد، بس الحديد مع مين المره دي؟ مع H2SO4 دايل. نفس الكلام. اللي هيحصل كالاتي: هنجيب انبوبه الاختبار ونحط فيها حته الحديده ونرمي فيها H2SO4. حطيت عود ثقاب قربته حصل فرقعه، يبقى H2 خرج ولا ما خرجش؟ خرج. يبقى الاف هيحل محل الهيدروجين ولا لا؟ هيحل. يبقى هيقعد جنب مين؟ هيقعد جنب الSO4 ويخرج غاز مين؟ غاز الهيدروجين. وغاز الهيدروجين عامل مختزل، فيخلي الحديد اللي يطلع موجب 2 ولا موجب 3؟ موجب 2. يبقى تكون كبريتات الحديد الثنائي وليس كبريتات الحديد الثلاثي. ليه؟ لتصاعد غاز الهيدروجين اللي بيشتعل بايه؟ بفرقعه. وكده المعادله رقم 6 خلصت. نخش على المعادله مين؟ المعادله رقم ايه؟ 7. والمعادله رقم 7 بقى خلي بالك معايا عشان مش مذكوره في اي كتاب وبيسالك عليه، اللي هو مين؟ الحديد مع حمض النيتريك المخفف. ودي بتسبب مشكله للطالب شويه، بس خلي بالك منها. ليه؟ لان حضرتك انا هعمل نفس اللي انا هعمله هنا مع الاحماض المخففه، عملناها في المعمل. جبنا انبوبه الاختبار، قمت جايب حته الحديده وحطيتها في مين يا شباب؟ في دايل HNO3. وكالعاده يا ساده انا حمض مخفف نفس الحمض المخفف وحديد زي الحديد، فعارف ومتوقع ان غاز هيدروجين هيخرج. قمت حاطط عود ثقاب عشان اتاكد، عشان اشوف هيشتعل بفرقعه ولا لا. حطيت عود الثقاب علشان اسمع الفرقعه، فوجئت ان مفيش اشتعال بفرقعه. مفيش اشتعال بفرقعه. فانا ظنيت في البدايه ان الحمض اكسباير بمنتهى الصلاحيه. ببص لقيت الحديده بتتاكل. الحديده بتتاكل يعني بيحصل تفاعل. الحديده بتتاكل يعني المفروض الحمض بيتفاعل مع الحديد، فالمفروض عود الثقاب يولع. لقيت برضك على الرغم من ان الحديد بيتاكل يعني بيحصل تفاعل مع حمض النيتريك المخفف، الا ان غاز الهيدروجين ما بيطلعش. عرفت منين ان مفيش غاز هيدروجين طلع؟ مفيش اشتعال بفرقعه. حلو كده الكلام؟ حلو. طب طالما ان الحديد بيتاكل يبقى بيحل محل مين؟ بيحل محل الهيدروجين. تمام؟ يعني هيقعد جنب مين؟ جنب ال NO3 اهو، جنب ال NO3. طيب هل الحديد بقى يخرج موجب 2 ولا موجب 3؟ والله في هيدروجين خرج. هقول لك بقلب جامد لا. ايه اللي عرفك؟ في اشتعال بفرقعه؟ لا. يبقى اذا الهيدروجين ما خرجش. حلو كده الكلام؟ امال منين الحديد هيحل محل الاتش ومنين الاتش مش هتخرج؟ ما الاتش خرجت في النواتج على هيئه مين؟ اتش موجب يا باشا. لا يا استاذ ما الهيدروجين خرج اهو. لا، الاتش موجب مش هيدروجين. الهيدروجين H2، الاتش موجب اسمه ايون هيدروجين. يعني هيدروجين ايه؟ دايب. هيدروجين ايه؟ دايب. دايب في مين؟ دايب في بقيه الحمض اللي لسه ما اتفاعلش. ما كميه الحمض اللي هنا كبيره على حته الحديد، مش كلها تتفاعل في نفس الوقت. يبقى الاتش موجب ده هيفضل دايب في مين؟ دايب في بقيه الحمض اللي لسه ما اتفاعلش. حلو كده الكلام؟ حلو كده الكلام. لا طالما ان غاز الهيدروجين ما طلعش، يعني غاز الهيدروجين مش عامل مختزل؟ لا طالما ان غاز الهيدروجين عامل مختزل ده ما اتكونش، يبقى الحديد اللي عندي ده يبقى موجب 2 ولا موجب 3؟ طالما ما فيش هيدروجين طلع يبقى الحديد ده موجب كام؟ موجب 3. يبقى هنا هتبقى FeNO3 باي 3. نوزن المعادله هنحط هنا 3. حلو كده الكلام؟ يبقى نوزن المعادله هنحط هنا ايه؟ 3. تمام كده يا شباب؟ يبقى ليه الاف اي بقت FeNO3 باي 3 مش باي 2؟ علشان ما فيش هيدروجين طلع. ايه اللي عرفك ما فيش هيدروجين طلع؟ ما فيش فرقعه يا باشا. حلو كده الكلام؟
حلو كده الكلام. طب ال 3 اتش موجب ده فين؟ احنا اتفقنا 3 اتش موجب دي هتبقى نازله دايبه في مين؟ في بقيه الحمض اللي لسه ما اتفاعلش. يبقى اهو 3 اتش موجب دايبه في مين؟ في بقيه الحمض اللي لسه ما اتفاعلش. يلا يا محترم، هنمشيها ازاي؟ كام اتش عندك يا باشا؟ 4. تمام؟ طب ممكن تفكك دي؟ مش دي عباره عن او واو واو؟ اه 2 اتش ياخدوا او و2 اتش ياخدوا كمان او، يبقى اذا كده ال4 اتش خدوا مين؟ خدوا 2 او فكونوا مين؟ 2 اتش 2 او. تاني اتش 2 2 اتش من هنا خدوا او بقت اتش 2 او، والاتش اللي بقت من هنا مع الاتش دي بقت اتش 2، تاخد الاو الثانيه بقت اتش 2 او. هيبقى لك من هنا في اوهايه وفي انايه، يعني ان او. حلو كده يا شباب؟ حلو. نجمع مين؟ نجمع المعادلتين. يلا نجمع المعادلتين. مش ال 3 اتش موجب دي شبه 3 اتش موجب؟ يتروح قصاد ايه؟ يتروح قصاد بعض. هيبقى لك مين؟ كام هنا؟ اف اي زائد 3 و1 4 اتش ان او 3 دايل. جميل الكلام؟ جميل الكلام. من هنا شبه بعضه اف اي ان او 3 باي 3 زائد 2 ميه. زائد 2 مين؟ 2 ميه زائد مين؟ الان او. حلو كده؟ حلو. طيب الان او ده اللي هو مين يا شباب؟ اسمه غاز اكسيد النيتريك. اسمه غاز اكسيد الايه؟ النيتريك. غاز اكسيد مين؟ النيتريك. غاز اكسيد النيتريك ده ايه ظروفه؟ غاز اكسيد النيتريك ده عديم اللون، ملوش لون. يبقى طول ما هو طالع في الانبوبه عديم مين؟ عديم اللون، اللي هو مين؟ الان او. عديم الايه؟ عديم اللون. طب اعرفه ازاي؟ جاي لك اهو. ادا ده مين؟ ادا ده ان او. طول ما هو طالع عديم اللون. طيب ايه اللي هيحصل له؟ الان هنا يا شباب بكام؟ الان كده لو جبت عدد تأكسدها هنا بموجب 2، هي الان موجب 2 اكثر استقرار؟ طبعا لا. فاول ما هيطلع هيلاقي مين مستنيه فوق؟ اللي مستنيه فوق الشاي اللي موجود في الهواء. مين الشاي اللي موجود في الهواء؟ الاكسجين. والان او لما تطلع الان مش عامله اكثر حالات تأكسدها، فالاكسجين هيعمل فيها ايه؟ الاكسجين هيلسوعه، هيتفاعل معاه، هيأكسده. يبقى على طول على طول ايه اللي هيحصل؟ ان او دي اللي هتطلع هتلاقي مين فوق؟ هتلاقي O2 مستناها عند الفوهه. الان هنا بكام؟ الان هنا بموجب 2، يعني مش مستقر. حلو؟ فايه اللي هيحصل لها؟ محتاجه تبقى كام؟ محتاجه تبقى موجب 4. فايه اللي هيحصل لها كغاز؟ فالاكسجين هيقوم يكسدها ويحولها مين؟ ل NO2 ونوزن المعادله. فتحول معايا لمين هنا يا شباب؟ موجب ايه؟ 4. كغاز اسمه غاز مين؟ ثاني اكسيد النيتروجين. عباره عن ايه؟ ابخره بنيه حمراء. والابخره البنيه الحمراء اللي هي ثاني اكسيد النيتروجين اتكونت فين؟ جوه الانبوبه ولا عند الفوهه؟ عند الفوهه. فين هنا كده بقى؟ تتكون عند مين؟ عند الفوهه بتاعه الانبوبه. في حاجه صعبه كده يا شباب؟ يبقى تاني، لما حطيت الحديد في حمض النيتريك المخفف كنت متوقع انها تبقى سهله زي اتش 2 سلفور دايل اتش 2 دايل على خط واحده ونخلص. فوجئت لا، لان احنا عملنا عمل الاول وعملنا كده ايه؟ النظري. ايه اللي تم؟ حطيت الحديده مع حمض النيتريك المخفف. ايه اللي حصل؟ الحديده اتاكلت بس ما فيش هيدروجين طلع. ايه اللي عرفني ما فيش هيدروجين طلع؟ حطيت عضو الثقب المولع ما فرقعش. حلو الكلام؟ حلو الكلام. طالما الحديد هيتفاعل يبقى يحل محل مين؟ هيحل محل الاتش. طب هنقعد جنب ال NO3 يبقى اف NO3 زائد اتش. بس اساسا مش دي غاز الهيدروجين؟ اتش موجب ايون هيدروجين مش غاز هيدروجين. فايه اللي هيحصل؟ الاتش الموجب اهو هيتكون. اتش موجب يعني ايه؟ يعني دايب في مين؟ في بيئه الحمض. هنوزن المعادله هنا 3. طب الاتش موجب دايب في بيئه الحمض لسه ما اتفاعلش، يعني الاتش موجب مع الحمض لسه ما اتفاعلش. نمشي ازاي المعادله؟ كل اتشتين تاخد او، كل اتشتين تاخد او، هيبقى يكون 2 ميه ويبقى لك ان او. جمع المعادلتين. طلع معايا في النهايه المعادله اللي حضرتك شايفها دي، طلع مين معايا في النهايه كده؟ غاز اكسيد مين؟ غاز اكسيد النيتريك. الغاز ده ماله؟ غاز عديم الايه؟ عديم اللون. عديم اللون هيطلع عند الفوهه. مين مستنى عند الفوهه؟ الاكسجين. طب هل النيتروجين مستقر ولا غير مستقر؟ الان او، الان هنا في الان او غير مستقر، فالاكسجين بيأكسد على طول ما بيرحمش. هيحول مين على طول؟
هيحول ال NO لغاز ثاني اكسيد النيتروجين، ابخره بنيه حمراء اتكونت عند مين؟ اتكونت عند الفوهه. حلو؟ حلو. نخش كده على المعادله رقم كام يا شباب؟ المعادله رقم 8. دي كانت 7. نخش على المعادله رقم كام؟ المعادله رقم 8. والمعادله رقم 8 بتقول مين؟ هنبتدي في الكونك بقى. الحديد مع مين؟ HNO3 كونك. وكونك يبقى معانا مين يا باشا؟ معانا حراره. وعشان خاطر نفهم التفاعل لازم نعمل اللي انا هعمله، لان في الكتاب جايبها لك بالعربي. عند تفاعل الحديد بحمض النيتريك المركز يحصل كذا اللي احنا هنستنتجه دلوقتي. لما جت منين؟ مفيش. تعالى كده مع بعض. تعالى مع بعض. يعني هنعمل ايه؟ هنرسم الاناء اللي هيتم فيه التفاعل اهو. اداه بيكر مثلا، هنحطه مين؟ هنحطه على النار. تمام كده؟ طيب مين هنا موجود؟ موجود HNO3 كونك. ورامي مين جوه؟ رامي حته الحديده. حلو الكلام؟ حلو. المنطق مش الحمض اللي قريب من الولعه هيحصل له ايه؟ الولعه يعني حراره، والحراره يعني اعاده ترتيب الذرات، يعني هنفصص بيني وبينك. ها؟ تعال نفصص يلا. هنفصص اللي هي مين؟ HNO3 مش كده؟ HNOOO فيها مشكله؟ يبقى ال HNO3 هنعمل فيها ايه؟ هنفصصها. هنفصصها بواسطه مين؟ الحراره. هتتفصص لمين؟ مش انا قلت لك في اعاده ترتيب الذرات كل ما تشوف اتش تخرج على هيئه ميه؟ وهنطبق بقى الكلام اللي احنا فهمناه ده. تخرج على هيئه مين؟ ميه. والميه يعني اتش 2 او، يبقى انا لازم اجيب اتش ثانيه. اجيب الاتش الثانيه دي منين؟ فهكتب المركب كمان مره. اهي كل اتش مع اتش تاخد مين؟ او. اللي انا هعمله اكتبه انفذه. ده اتش 2 او زائد. تمام؟ انا شايف هنا في مين؟ في ان او 2. وشايف هنا ان او 3. هي ال او 2 شبه ال او 3؟ لا، ده ال او 2 شبه ال او 2. يبقى تكون هنا مين كده يا شباب؟ ان او 2. كم مره؟ مرتين. هيبقى لك مين؟ هيبقى الاو. هي الاو بتتكتب او ولا او 2؟ او 2. طب انا كده محتاج او ثانيه، هجيبها منين؟ هضطر اكتب المركب كمان مره ثالثه. صح؟ عشان خاطر الاو تاخد الاو تبقى او 2. تمام كده؟ تمام. بس ظهر لي مين هنا؟ اتش، والاتش لازم تخرج على هيئه مين؟ مي. يبقى لازم اكتب المركب كمان مره رابعه. وكل اتشتين كده تاخد ايه؟ او. يبقى كده كام ميه يا شباب يكونوا؟ 2. وكام ان او 2 بقى كده يكونوا؟ 4. يبقى شيل الاثنين دي واكتب كام؟ 4. وكده انا عملت الحمض كام مره؟ 4. حلو كده الكلام؟ حلو. ده عباره عن ايه؟ فيبور هيطلع، وده غاز هيطلع، وده غاز هيطلع. يعني الثلاثه حالتهم غازيه فهيطلعوا، وهم طالعين من هنا هيطلعوا يخبطوا في مين؟ في الحديده اللي هي الاف اي. حلو. مين فيهم الشقي اللي ما بيرحمش؟ الاكسجين. فايه اللي هيحصل يا شباب على طول؟ اهو اللي هيحصل كالاتي. يلا الحديد هيطلع يخبط في مين؟ هيخبط في الاكسجين. يلا الاكسجين ده ايه؟ ماده مؤكسده. ماده مؤكسده تعمل ايه في الحديد؟ توصلها للموجب 3، بس لازم تعدي على الموجب 2. يبقى تديني مين؟ اف اي او واف اي 2 او 3. طب الاثنين مع بعض اللي هم مين؟ اف اي 2 او 3. الاثنين دول مع بعض اللي هم مين؟ يلا اف اي 3 او 4. ده ايه ده؟ ده مين يعمل حاجه تتكون طبقه من مين؟ من الاكسيد. الطبقه من الاكسيد اللي هي اكسيد حديد مختلط مالها؟ طبقه ما فيهاش مسام، ما فيهاش فتحات. يبقى تكون طبقه من الاكسيد الغير ايه؟ الغير مسامي. على مين يا شباب؟ على قطعه الايه؟ قطعه الحديد. هتعمل ايه يا باشا؟ هتعمل اللي احنا نعمله ده اهو. تعالى كده تخيل معايا. هنا هنجيب اهو اكسيد الحديد الاسود اتكون فين؟ حوط حته الحديده من جميع الاتجاهات زي ما احنا شايفين كده. فبالتالي اللي حصل، هل الحمض اللي بره يقدر يخش جوه تاني؟ لا. ليه؟ ما هي يا باشا طبقه غير مسميه، مش هتخلي الحمض اللي بره يخش جوه. فبالتالي ايه اللي حصل؟ التفاعل بعد ما كان شغال التفاعل بح وقف خلاص. فبالتالي الطبقه دي هتبقى مالها؟ اسمها ايه؟ طبقه غير مسميه على قطعه الحديد. تمنع ايه؟ استمرار مين يا شباب؟ التفاعل. يبقى السؤال هنا لما انا جيت حطيت الحديد
مع حمض النيتريك المركز كان في تفاعل اصلا؟ طبعا، بس وقف استمرار ايه؟ التفاعل، عشان في طلبه بتقول ما بيحصلش تفاعل، لا غلط. يبقى اذا الحديد مع حمض النيتريك المركز في تفاعل ووقف، يعني عمل ايه للتفاعل؟ عمل له خمول كيميائي. عمل له خمول ايه؟ كيميائي. يبقى مين السبب في الخمول الكيميائي يا شباب؟ السبب في الخمول الكيميائي الطبقه من الاكسيد الغير مسامي. ومين السبب في الطبقه من الاكسيد الغير مسامي؟ الاكسجين. ومين السبب في الاكسجين؟ تفكك HNO3. ومين السبب في تفكك HNO3 كتير؟ الحراره. حلو كده الكلام؟ تمام. طب انا يا استاذ عايز التفاعل يرجع تاني، يبقى التفاعل عشان يرجع تاني لازم اشيل الطبقه الغير مسميه. طب الطبقه الغير مسميه دي تتشال ازاي؟ بالحك، حته سلك او صنفره او HCl دايل. يبقى الطبقه دي مالها؟ اهيا، شوف هكتبها ازاي هنا، تزال بالحك او باستخدام HCl ايه؟ مخفف. فاي حاجه صعبه كده يا شباب؟ تمام. وبكده احنا خلصنا من مين؟ من المعادله رقم 8. يبقى لو بقول لك ايه هي الخمول الكيميائي؟ ظاهره تكون ايه؟ طبقه من الاكسيد الغير مسامي على الحديد تمنع استمرار تفاعله. مين السبب في الطبقه دي؟ FeCO4. مين السبب فيها؟ الاكسجين. مين السبب فيه؟ تفكك HNO3. مين السبب فيه؟ الحراره. حلو كده الكلام؟ نخش على المعادله رقم كام؟ 9. اللي ما خدش باله ياخد باله. مين المعادله رقم 9؟ حديد مع مين؟ H2SO4 كونك. وكونك يبقى ايه؟ حراره. يبقى نعمل ايه؟ نعمل اللي احنا لسه عاملينه. لو انت عايز تتاكد يلا قول معايا اهو. ده مين؟ ده نفس البيكر. وده مين؟ دي النار. وده مين؟ وده H2SO4 اللي هو مين؟ اللي هو كونك. واحط فيها حته الايه؟ حته الحديد. في حاجه صعبه كده؟ لا. طب السؤال بقى بيقول لك ايه؟ مش المنطق بيقول ان الحمض القريب من النار هيتفكك هو كمان؟ يعني هيحصل له اعاده ترتيب للذرات هو كمان زي ما حصل؟ اه. طيب هنعمله كم مره يا استاذنا؟ اعمل يا باشا 4 على طول. هو ثابت يعني 4؟ لا مش ثابت. هو طالما عندي كل شيتين هتاخد او خلاص خلصت. ماشي؟ بس احنا هنعملها 4 عشان خاطر الوزن في النهايه يعني. تمام؟ يلا. HHSO 3 4. يلا اتفقنا هنتعامل ازاي؟ ها؟ كل تشيتين معاهم ايه؟ او. يلا كل تشيتين معاها او. يبقى كده انا عملت الحمض كام مره؟ 4 مرات. H2SO4 عملته 4 ايه؟ 4 مرات. يلا هنفكك لمين؟ كل تشيتين تاخد ميه. ها؟ كل تشيتين تاخد او تبقى ميه، كل تشيتين تاخد او تبقى ميه، كل تشيتين تاخد او تبقى ميه. يبقى كده كام ميه؟ 4 ميه. حلو. زائد مين اللي متبقى عندي؟ الاس او 3. طيب يا اس يا او 3 لو تفتكر معايا الاس او 3 ده كانت عباره عن ايه؟ الاس او 3 عباره عن اس او 2 واو. مش الاس او 2 دي يعني كانت عشان تحول الاس او 2 فعل او بواسطه الفي 2 او 5 كانت محتاجه اكسجين؟ يعني في بينهم وبين بعض ايه؟ في بينهم وبين بعض رابطه. فالحراره تعمل ايه؟ الحراره تخش على الرابطه دي تحصل لها ايه؟ تكسرها هي كمان. حلو كده الكلام؟ فلما تكسرها كده بقى مين عندي؟ اس او 2 بس اللي اتكون معايا اهو. يبقى كام اس او 2 كده يا شباب؟ 4 اس او 2. ومين؟ او 2 او 2 اهو. تبقى بقى كده كمان معايا كمان 2 او 2. حلو. 2 ايه؟ او 2. ده بخار وده غاز وده غاز، يعني الثلاثه حالتهم الفيزيائيه غازات. والغازات طالعه من المنطقه دي اللي اتفككت لحد توصل للحديد. هتخبط في مين؟ في الحديد. مين الشقي زي ما اتفقنا؟ الاكسجين. فبالتالي وش مين اللي هيتفاعل؟ الحديد هيخبط في مين؟ هيخبط في اكسجين. حلو كده الكلام؟ يلا. اكسجين عامل مؤكسد. عامل مؤكسد يعني وصلني للثلاثه، بس لازم يعدي على الاثنين اهو. اف اي او زائد مين؟ اف اي 2. ها؟ اف اي 2 او 3. تمام؟ تمام. نفس على الوهله على طول تقول لا ده الاثنين برضك زي هنا هيتجمعوا مع بعض يكونوا اف اي سي او 3. هقول لك اسف، لسه الاثنين بالفعل هيتجمعوا زي ما انت توقعت ويكونوا لي اف اي 3 او 4. يقوم الاتش 2 اس او 4 يقول له انت رايح فين؟ ده انا اتش 2 اس او 4 مش اتش ان او 3. ملاحظ كده حضرتك ان هنا كان مين؟ كانت اتش ان او 3. اتش ان او 3 يعني اتش واحده، انما هنا اتش 2 اس او 4 يعني
2 مول اتش موجب، يعني كميه الاتش موجب كتير. يعني ايه يعني الاتش 2 اس او 4 اثبت من الاتش ان او 3، يعني متعافي عن الاتش ان او 3. يعني ايه؟ يعني مش هيدي فرصه الاف اي او تتحد مع الاف اي 2 او 3، ولا هيدي فرصه للاف اي 2 او 3 انه يتحد مع الاف اي او. ليه؟ لان هو عارف ومتاكد ان الاثنين لو اتحدوا مع بعض هيعمل طبقه غير مسميه والتفاعل يقف. هو مش عايز يوصل للحته دي، فيعمل ايه؟ اول ما الاف اي او تتكون يقوم واخدها من قفاها يتفاعل معاها. تمام؟ ياخدها من قفاها يتفاعل معاها. والله حلو، والله ياخدها من قفاها يتفاعل معاها دي. تمام كده؟ ويقوم عامل ايه؟ واخد برضو الاف اي 2 او 3 يتفاعل ايه؟ معاه برضه، ياخدها من قفاها ويتفاعل معاه. ها يلا كونج ومين وكونج. ايه اللي يتم يا باشا؟ اللي يتم كالاتي. يلا ها حمض وقاعده مين؟ ملح وميه. الاف اي تاخد الاس او 4، اف اي اس او 4. طب ثنائي ولا ثلاثي؟ دخلت ثنائي تخرج ثنائي زي ما هي، احلال مزدوج زائد مين؟ زائد الميه والتفاعل موزون. نخش هنا اف اي كام؟ هنا بالاف اي تاخد الاس او 4. طب ثنائي ولا ثلاثي؟ لا ثلاثي. ليه؟ عشان دخل ثلاثي يخرج ثلاثي ويكون لك مين؟ ويكون لك ميه. تعالى بقى ايه؟ نخش حمله وزن بقى، نوزن بقى المعادلات دي كلها. اف اي دخلت باثنين خرجت باثنين، والاس او 4 دخلت بواحد خرجت بثلاثه، يبقى نحط هنا كام؟ ثلاثه. يبقى نحط هنا كام؟ ثلاثه. كده المعادله دي موزونه والمعادله دي موزونه. الاف اي دخلت بواحد خرجت بثلاثه، الاو دخلت باثنين خرجت باربعه. تمام كده؟ تمام؟ ودي كده بقت ايه؟ بقت موزونه. يلا يا باشا نجمع. يلا نجمع. هنجمع بقى. ها يلا يلا. ها حضرتك هنجمع ازاي؟ مش دي تروح مع دي؟ اه. وده يروح مع ده؟ اه. وده يروح مع ده؟ اه. في حاجه تانية تروح مع حد؟ لا. يبقى في النهايه كده مين هنا اللي موجود هنا في شق المتفاعلات؟ 3 مين؟ 3 اف اي اهي، زائد 4 اتش 2 اس او 4 1 5 و3 8 اتش 2 اس او 4. ماله؟ كونك في حراره. حلو كده الكلام؟ حلو. يلا نرفع فوق سنه. طب مين هنا بقى يتكون؟ يلا ملح حديد مين؟ ملح حديد ثنائي اف اي اس او 4 زائد مين يكون تاني؟ ملح حديد ثلاثي اف اي 2 اس او 4 باي 3. باي ايه؟ باي 3 زائد كم ميه؟ 4 ميه، 1 5 و3 8، يبقى 8 مين؟ ميه زائد مين اخر واحد؟ الاربعه اس او 2. 4 مين؟ اس او 2. تمام كده؟ تمام. بالله عليك انت لو راجل حفيظ وبت مفيش بعد كده في الحفظ، معادله بالرخامه دي تتحفظ ازاي؟ يعني انا عايز افهم بس، معادله بالرخامه دي تتحفظ ازاي؟ يبقى اذا اتعلم معاه الميكانيكيه هتلاقي كده في لحظه. ما تعتمدش ان المعادلات موجوده في ورقه المفاهيم هتساعدك. احيانا ورقه المفاهيم تبقى جايه غلط نازله فمش موزونه. ما تحط الصباع تحت ضرس حد، ما تستناش من حد حاجه. اللي تعمله دوس ورايا. انا خرجتش بره السطر اللي احنا خرجناه، موجب 2 وموجب 3، هتلاقي الدنيا ماشيه معاك في التمام. في حاجه صعبه كده؟ تمام. نقدر بقى نعمل ايه؟ ممكن نجمع اللي احنا قلناه ده كله تاني. طب نجمعه ازاي؟ حضرتك لو جيت قلت لك الحديد بيتفاعل مع مين؟ الحديد بيتفاعل مع الاكسجين O2، وبيتفاعل مع مين؟ مع H2O فيبور. يعني درجه الحراره كام؟ 500. تمام؟ تمام. طيب نشيلها تاني كده نظبطها مع بعضنا. هنا 500 وهنا 500، وكان بيتفاعل بعد كده مع مين؟ مع كلور في حراره، وبعد كده كان مع مين؟ مع كبريت في وجود حراره، وبعد كده كان مع مين؟ مع HCl دايل، وبعد كده كان مع مين؟ دي HCl دايل، وبعد كده كان مع مين؟ H2SO4 الاثنين دايل، هكتب دايل في النص ليهم هما الاثنين، وبعد كده كان مع مين؟ HNO3 دايل، وبعد كده كان مع مين؟ HNO3 كونج، وبعد كده كان مع مين؟ اخر واحد كان مع H2SO4
كونك كونك اهو لهم هما الاثنين. تمام، ده كونك وده مين وده كونك. تمام يلا. كان الحديد لما يتفاعل مع الاكسجين كان بيدينا مين؟ الاكسجين يعني ماده مؤكسده هتدينا حديد ثنائي وحديد ثلاثي اللي هو Fe3O4. حلو. طب بخار الميه الحراره 500 هتكسر الرابط حتى كمان بين الهيدروجين والاكسجين، فالاكسجين هيروح يتفاعل مع الحديد فيتكون حديد مختلط ويخرج لغاز الهيدروجين. تمام. طب مع الكلور، كلور عامل مؤكسد يتكون له FeCl3. تمام. طيب مع الكبريت يدينا مين؟ FeS الثنائي ليه؟ لان عامل المؤكسد اقل من مين؟ من الCl2. مع الاتش سي ال دايل يدينا مين؟ FeCl2 زائد غاز مين؟ زائد غاز الهيدروجين عامل مختزل. FeCl2 عامل مختزل. FeCl2 غاز الهيدروجين اللي هو عامل مختزل. طيب كان بيتفاعل مع مين تاني؟ بيتفاعل مع H2SO4. H2SO4 دايل اللي هو كان مين؟ هيدينا FeSO4 زائد غاز الهيدروجين عامل مختزل. مع ال HNO3 دايل كان بيدينا مين يا شباب؟ FeNO3 باي 3 زائد 2 ميه زائد ال NO، والان او عديم اللون يطلع عند الفوهه يتحول لان او 2 ابخره بنيه حمراء. طب مع اتش ان او 3 كونكا كان بيدينا مين؟ خمول ايه؟ كيميائي. طب مع اتش 2 سي او 4 بقى هنكتبها هنا كده في العكس، كان بيدينا مين؟ ملح حديد ثنائي زائد ملح حديد ثلاثي زائد 8 ميه زائد 4 SO2. حلو كده الكلام؟ في حاجه صعبه؟ طيب يا حديد. قال لي نعم. هو انت كنت جاي منين؟ إيه؟ قال لي والله انا كنت جاي من الاف اي او. الاف اي او عند ايه يعني؟ عند درجه حراره اكبر من 700. صح كده؟ تمام. او بمعنى اصح بلاش اف اي او دلوقتي. كانت جايه منين؟ انت كنت جاي منين؟ كنت جاي من الاف اي 2 او 3 فرن عالي او فرن ميدريكس. كان سي او درجه الحراره كانت كام؟ اكبر من 700. كنت بحط 3 سي او عشان اخد 3 او اداك مين؟ الاف اي. طيب يا اف اي 2 او 3 كنت جاي منين؟ قال انا كنت جاي من الاكسيد الحديد الثنائي لما اتاكسدت ازاي؟ هو انت كنت جاي منين اصلا اكسيد الحديد الثنائي؟ قال انا كنت جاي من مين؟ كنت جاي من مين؟ من السيدرايت. يبقى السيدرايت لما جيت حمصته مش اداني اف اي او، حمصته في الهواء اما الاف اي او متاكسد مديني اف اي 2 او 3. اف اي 2 او 3 دخلته الفرن العالي او فرن ميدريكس عند اكبر من 700. ايه اللي حصل له؟ طلع لي مين؟ الحديد. الحديد افعله مع اي واحد من دول يديني ليه؟ يجي يقول لك من السيدرايت كيف تحصل على كبريتيد الحديد الثنائي. اهو اعمل ايه للسيدرايت؟ هسخنه في الهواء يديني اف اي او وبعدين يروح اف اي 2 او 3. بعد كده اعمل له اختزال اكبر من 700 يديني الحديد. بعد كده افعله مع الاس يديني مين؟ اف اي اس. ان شاء الله باذن الله تعالى في يعني محاضره هيبقى من ضمنها من كذا كيف تحصل على كذا، دي تبقى خاصه بقى عشان خاطر ندرب مع بعض ايه عليها. تمام. وبكده يبقى احنا انتهينا من الجزء اللي احنا المفروض هنخلصه النهارده باذن الله تعالى. ان شاء الله باذن الله تعالى ميعادنا مع الجزء الثاني في اخر درس، ويبقى كده خلصنا الباب كله ان شاء الله. اشوفكم على خير واتمنى تكون كل حاجه وصلت لكم. اشوفكم على خير ان شاء الله.